الكل يعمل خلية النحل بنفس الشكل، واللي يعرفني يدري اني احب افتي. راح عملت خلية الكرواسون، من برا اخذ قرمشة وطعم الكرواسون، ومن جوا هوا وقطنية زي الخلية. حنبدأ بحليب دافي وسكر وخميرة ونسيبهم على جنب، وفي العجان حننزل الدقيق والملح والسكر، نديهم خلطتين وننزل بعدهم الزبدة والبيض ونخلطها لين ما تتجانس كويس، وننزل عليها خليط الخميرة اللي عملناه، وبعدها حنضيف الحليب البارد والمويه الباردة. نعجنها على سرعة عالية لمدة 3 دقائق، وبعدين على سرعة منخفضة لمدة 8 دقائق، الين نوصل للعجينة لو مطيناها ما تتقطع. نشيل العجينة على الكاونتر ونكورها بالشكل ده، ونتأكد انه قفلناها من تحت كويس عشان لما تتنفخ مظبوط. ونحطها في زبدية فيها زيت ونخليها تتخمر لين ما يتدبل حجمها. اول ما يتدبل حجمها حنخبطها ونفرغ الهواء اللي فيها، ونحاول نشكلها على شكل مستطيل. نحط شوية دقيق ونفردها ونقصها بالنص. نبغاها تبرد شويه، حندخلها الثلاجه لمده ربع ساعه ونطلعها ونفردها على تقريبا نص سنتي كسمك. وعندي هنا خليط الزبده والقرفه، ترى ما حطيت سكر، حقول لكم بعد شويه ليش. حنطبقها مرتين ونحاول نفكفك الاطراف المقفله عشان لما نفردها تنفرد مظبوط. خليتها في الثلاجه نص ساعه بس تبرد، وفردتها على سمك نص سنتي وقطعتها مثلثات بالشكل ده. اعمل فتحه في مقدمه كل وحده. هاخذ اول مثلث واحشيه بالجبنه واعمله على شكل الكرواسون. حنحطها في صينيه تحتها ورق زبده ونخليها تتخمر نص ساعه. التخميره الاخيره هذه جدا مهمه عشان تتنفخ معنا مظبوط في الفرن. دهنتها بشويه بيض وحليب. هتدخلها الفرن من فوق ومن تحت على حراره 180 لمده 25 دقيقه، وانا ما حطيت سكر لاني سقيتها بالشير اول ما طلعت وهي حاره. وكده اكون اول واحد عملت خلية الكرواسون. سامعين التقمير اللي برا؟ تقولوا كانها ناشفه من جوا، بس حتنصدموا. شوفوا كيف طلعت من جوا، جدا طريه وهواء وقطنه، مع حشوه الجبنه والشيره، شيء من الاخر. ها ايش رايكم، تفوز الوصفه؟